سريع اهو. خلاص انا بقى عشان ازود الفرصه هعمل ايه؟ هبطئ السرعه، صح؟ المفروض كده صح؟ الكلام ده مش حقيقي. اللي بتزود الفرصه لازم السرعه دي تكون بطيئه غصب عنك، مش مقصوده منك. يعني انا مثلا مش هشيل وزن زي ده، انت واخد بالك؟ انا بشيل مثلا 30 40 كيلو، اعمل بيه كده مثلا بسهوله؟ بطيء. لا ده انا ايه؟ قاصد. ده انا قاصد اصلا ان انا ازود السرعه. لكن لو البتاع ده هو اللي اتحكم فيا غصب عني، انت واخد بالك، وخلى سرعتي بطيئه، كده تعمل عضله. السرعة في الأداء في التمرين، بمعنى إن أنا بعمل حاجة اسمها movement pattern، يعني بعمل نمط الحركة بتاعي، وليكن الحركة بتاعتي بتكون سريعة أو بطيئة. تيمبو أو السرعة في الأداء في التمرين هو إن أنت تتحكم في الحركتين دول. ISSA ونسم بيقولوا إن حركة الهايبرتروفي إن أنت تتحرك بتيمبو 3 1 3 1. مثلا أنت بتتمرن بنش بريس وأنت نازل 1 2 3، وبعد كده وانت طالع 1، ده اسمه التيمبو. وزي ما شرحناه فايدته ايه؟ فايدته ان هو بيديك اداء كويس في التمرين، بيساعدك انك تعمل تكنيك افضل واداء افضل في التمرين، لان السرعه في التمرين ممكن يسبب اصابه ومش بتديك اداء احسن، وبتشغل معايا مور ذان ماسلز، يعني مش بتعمل ايزوليت للعضله اللي انت بتتمرنها. فكمان مهم قوي ان انت بتعمل ماسل كونكشن، يعني انك بتربط بين مخك والعضلات، فبتبدا تستفاد اكتر. طبعا ده الكلام اللي احنا نعرفه ودرسناه، ولكن انا دايما بحب اعمل ابديت للمعلومات بتاعتي. زي ما انت عارف ان في حاجات بتحصل جديده ودراسات بتحصل جديده. اخر دراسه يا سيدي سنه 2021 بتقول ان التيمبو ملوش تاثير على الزياده العضليه والضخامه العضليه، وان انت كده كده اصلا لما بتوصل لبري فاتيج، يعني العدتين الثلاثه قبل ما توصل للفشل العضلي، الاداء بتاعك بيكون سلو اصلا، فبتبقى مش محتاج انك تبطئ الاداء بتاعك. دي تكون بطيئه غصب عنك، مش مقصوده منك. الاداء بتاعك غصب عنك في الكونسنتريك موفمنت، فانت مش محتاج انك تدخل التيمبو اصلا. الدراسه زي ما موضح قدامك بتقول performance of movement tempo during resistance training or muscular strength and hypertrophy. مضمون الدراسه ديت وانا سايب لك اللينك كده كده في الكومنت، بيقول ان الايقاع مش مهم قوي لما يتعلق الامر بالهايبرتروفي او الضخامه العضليه، ولكن لتمارين القوه فالايقاع مهم مع الحفاظ على الاداء والتكنيك الصح. هل المفروض انك تطبق مبدأ التيمبو ولا تعمل ايه؟ هقول لك حاجة مهمة جدا. لو انت من الاشخاص اللي هي بتتمرن بسرعة جدا جدا ومش بتستفاد من العدة ولا بتطبق مبدأ التي تي ولا مبدأ حتى التيمبو، انت كده مش بتستفاد من التمرين بتاعك. واول حاجة انت بتبوظ التكنيك، فالاداء بتاع التمرين بتاعك مش احسن حاجة. الاوزان اللي انت بتختارها تقيلة عشان تعجب صحابك وان انت اجدع واحد في الجيم، الاوزان دي ملهاش لازمة ومش هتزودك ضخامة عضلية. الاوزان دي ممكن تأذي المفاصل والاربطة والاوتار، فممكن تقعد في البيت وما تتمرنش خالص. الطريقة اللي انت بتتمرن بيها بسرعة جدا جدا وان انت ما بتحسش اصلا بالعدة ولا بيحصل تنشن على المصل، فانت كده مش بتستفاد من التمرين بتاعك وشخص بيهرج في التمرين. خلينا نعمل تجميع حلوة من الدراسة والشهادات والعلم اللي احنا درسناه، وناخد الاتنين مع بعض، ناخد الجانب الايجابي من هنا والجانب الايجابي من هنا، ونقول ان احنا ممكن نعمل اداء مش بطيء قوي واداء مش سريع خالص، ونحاول نركز في الاداء بتاعنا والتمرين بتاعنا ان احنا ننزل 1 2 والطلعه بتاعتنا تكون 1 بالشكل اللي قدامك. في حاجه ان انا ملعبش اداء سريع خالص عشان ده غلط عليا وممكن يسبب اصابه ومش هيزودني عضل ولا هيزودني ضخامه عضليه. طب يا كوتش الدراسه بتقول ان الايقاع ملوش لازمه اصلا وملوش تاثير. سريع اهو. خلاص انا بقى عشان ازود الفرصه هعمل ايه؟ هبطئ السرعه، صح؟ المفروض كده صح؟ الكلام ده مش حقيقي. ما انا هقول لك اهو، هو ملوش تأثير، بس الدراسة بتقول ان اخر 3-4 عدات قبل الفشل العضلي لهم تأثير، فاستفاد منهم وحاول اوصل للعدة اللي قبل الفشل العضلي او اوصل للعدة اللي الفشل العضلي. وعلى فكرة مش لازم ان انت توصل للفشل العضلي في كل تمرينة وفي كل سيشن عشان تزيد عضل، مش لازم. وهشرح لك الكلام ده في فيديو لوحده. لو انت طبقت المبدأ ده استفاد من كل عدة بتتمرنها وكل تمرينة بتتمرنها. متنساش تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وتعمل شير للفيديو بنية ان انت بتنفع الناس، وجزاك الله كل خير. سلام.